السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عملت بقى الكوارع وطلعتها دايبة دوب من غير حلة ضغط ولا أي حاجة. طلعت معايا تحفة وجميلة وخدت مني نص الوقت. بجد بجد يعني لو انتي بتسلقي الكوارع دي في 3 ساعات، هتسلقيها في ساعة ونص بالظبط تكون خالصة معاكي وتطلع معاكي تحفة. عملتها زي ما انتوا شايفين كده مسلوقة، وعملت كمان طاجن بالصلصة كده حاجة تحفة. بصي منظره عامل ازاي. طاجن بصل كده بالكوارع، حاجة تحفة بجد بجد. جربوه وقولولي رأيكم فيه ايه. طبعا لكل بقى اللي بيحب الأكل بقى اللي بتاع المصامت والحاجات دي، الأكلة دي ليك. وعملت معاهم شوية رز كده أبيض بالثوم والخل، حاجة كده تحفة. بجد بجد الوصفة دي كانت جميلة. عايزة اقول لكم ان ولادي ما بيحبوش الكوارع، بس من جمال الطاجن كلوه. وعايزة اقول لك ان في ناس من الاولاد يعني الصغيرين ما بيحبوش الكوارع، بس من جمالها هياكلوها. بسم الله كده. حطيت حلة على النار ومعايا بصلاية كده زي ما هي، وشوية فلفل اسود وحبهان وورق لوري، وتحطي كمان معلقة كبيرة من السكر. وزي ما انتوا شايفين دي نوة البلح، النوة اللي بتبقى جوه اللي بتبقى في البلح، خدتها وحطيتها علشان خاطر النوة مع السكر هتخلي الكوارع دي ما تاخدش مني اي وقت. وابتديت طبعا الكوارع جاية مغسولة ونضيفة وزي الفل. مسكتها انا بالدقيق والليمون، دعكتها كويس قوي. وبعدين طلعت منها كل الليمون بعد ما دعكتها بيه وحطيتها تتصفى. ودلوقتي حطيتها في الحلة. طبعا بنحط المية بزيادة من الاول، بعد ما تغلى بنسقط فيها الكوارع علشان خاطر الكوارع بتاخد معانا وقت. بس الحمد لله ان هي خدت وقت اقل. إيه، انا كنت حاطه الشوربه بزياده، دلوقتي هقللها لاني لقيتها بتفور على البوتاجاز. تاخد غلوتين كده وهاقوم جاية موطية عليها على طول، واسيبها بقى تقعد زي ما انا قلت لكم. خدت معايا حوالي ساعة ونص، بس هي في الطبيعي بتاعي كانت بتاخد 3 ساعات. وبالنسبة لساعة ونص في الكوارع ده وقت قياسي. هاسيب بقى الكوارع مع نفسها كده. بصوا دلدقت لي على البوتاجاز بعد ما كنت دعكاه، بس مش مهم. هعمل كل ده عشان كنت مزودة الشوربة. جبت كده زي ما انتوا شايفين طاسة على النار وشوية زيت ذرة، لان طبعا الاكلة دي دسمة واحنا مش عايزين ندسمها اكتر. وقطعت فيها شوية بصل علشان خاطر اعمل الطاجن اللي بالصلصة. البصل زي ما انتوا شايفين كده انا مقطعاه جوليان، ومقطعه كده حوالي 3 او 4 بصلات، يعني كتري ولاش تستخسري. وحطي البصل على قد ما تقدري لان ده يعتبر طاجن بصل بالكوارع. بجد بيبقى طعمه تحفة. لازم ادبله معايا واخليه بس يدبل معايا، وعلى طول هكون مجهزة صلصة الطماطم. ولو صلصتك فاتحة حطي معلقة من معجون الطماطم عليها، وهبتدي احط معلقة من الشطة ومعلقة من الباربيكيا وكمان ملح علشان خاطر اظبط الخلطة بتاعتي وتكون معايا زي الفل. ما تنسوش ربع معلقة سكر على الصلصة علشان خاطر الحموضة بتاعتها. واسيب الطاجن الجميل ده كده ياخد ويدي بشكل ودي على النار، واسيب الصلصة تتسبك معاه. انزلي بقى بالصلصة دي على الطاجن ودخليه الفرن. طبعا الطاجن يا دوبك حطينا فيه حتة سمنة وحطينا الكوارع، وبعدين نزلنا بالبصل بالصلصة اللي سبكناهم. سبتهم بقى كده في النار ياخدوا ويدوا لحد ما هي تشرب الصلصة بتاعتها وتبقى الكوارع بتاعتي دايبة. ده رز أبيض، ويا دوبك حطيت معلقتين كبار من الزبدة وعليهم معلقة زيت أو أي مادة دهنية بتستخدميها. ونزلت الرز الأبيض بتاعي بعد ما غسلته كويس جدا وصفيته. بعدين هحط عليه شوية ملح، وهحط عليه حبهان. الحبهان هينقل الرز في حتة تانية وهيبقى طعمه تحفة جدا جدا.
لما تيجي تزوديه بتزوديه مثلا لو عاملة كوبايتين من الرز المصري بحط عليهم ربع كوباية من المية زيادة، يعني كوبايتين وربع بزود ربع بس كوباية على المقدار، وبحط مية سخنة علشان تساوي الرز بسرعة. أهم حاجة إن أنا بس أقلبه في الزبدة كويس قوي عشان أشبع كل رزاية بالزبدة بتاعتها. خلاص دي المية المغلية على النار. خلاص كده يعتبر الرز خلص معايا، حطيت تقليبه كله في بعضه. عايزه اقولك ان الحبهان اللي انا حطيتها ورق اللوري مع الرز هيحط الرز في حته تانية. خلاص كده وطي بقى على النار وسيب الرز يستوى براحه راحته. كده الطاجن جاهز معايا، طلعت اهو. بصي شكل الكوارع ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده تحفه. بصي ما شاء الله تحفه تحفه تحفه، دايبه زي بالظبط اللي بتتباع بره. ما شاء الله اللهم بارك. وشكل البصل تحفة بجد. اعمل بقى تقلية علشان خاطر الرز. معلقتين كبار كده من الزبدة وعليهم معلقتين حلوين من الثوم، وعلى طول هحط على الثوم اول ما يبتدي يغير لونه احط شوية كده من الخل، هيبقى معايا زي الفل، احلى طشة. ادي الرز الابيض وادي الكوارع بقى دي المسلوقه بالمواسير بتاعتها بقى للناس اللي بتحب البهاريز بتاعت الكوارع. بصوا بقى المنظر بيتكلم عن نفسه. انقلي بقى لمصمة البيت واعملي احلى كوارع في البيت، وطاجن كوارع ورز بالخل والثوم، حاجه كده تحفه. بصوا من كتر ما هي مسلوقه، بصي البهاريز من غير ما اخبط عليها نازله. بتمنى وصفتي تكون عجبتكم.